واش غير انا ولات كاينه واحد الكلمه صغيره كتبدل حياتنا كامله بلا ما نحسو؟ الكلمه هي غدا. غدا نبدا، غدا نتغير، غدا نرتاح، غدا نصلح هذا الشيء، وغدا كيبقى ديما غدا. والغريب هو اننا كنقولوها بنيه زوينه، ماشي حيت ما بغيناش نديرو الحاجه، بالعكس حيت باغي نديروها، ولكن ماشي دابا مسحومين، دابا عيانين، دابا ما عندناش الوقت. ومن بعد كيجي نهار اخر ونقولوا نفس الجمله غدا، وشويه بشويه كدوز الايام وكدوز الشهور ويمكن حتى السنوات، وحنا باقين في بلاصه وحده. واحد المره كنت كنفكر شحال من حاجه جميله ضاعت منا، ماشي حيت ما قدرناش نديروها، ولكن حيت اجلناها بزاف. شحال من حلم تاجل، شحال من خطوه صغيره ما درناهاش، شحال من قرار كان خاصو يتاخد وبقينا كنتسناو الوقت المناسب. والمشكل ان الوقت المناسب مرات كثيره ما كيجيش، حيت الحياه عمرها ما غادي تكون كامله. ديما كاين شي مشكل، ديما كاين شي ضغط، وديما كاين شي سبب يخلينا نقولوا ماشي دابا. ولكن مع الوقت فهمت واحد الحاجه، الانسان ما كيضيعش حياته بالقرارات الكبيره فقط، كيضيعها حتى بالتاجيل الصغير المتكرر. كل نهار دقيقه، كل نهار خطوه، كل نهار فرصه، حتى كيولي التاجيل عاده، وكيولي الغد هو الحل ديال كل شيء، وهو اصلا ما عمره حل لشي حاجه. وهذا الشيء ما كينطبقش غير على الاحلام ولا على المشاريع ولا على الدراسه، كينطبق حتى على الحوايج اللي كتريح الروح، على الوقت مع الله، على الدعاء، على الصلاه، على الحوايج اللي كنعرفوا في داخلنا انها مهمه، ولكن كنقولوا غدا نرجع، غدا ننتظم، غدا نبدا، حتى كيولي الغد ابعد من اللي كان متخيلين. يمكن المشكل اننا كنظنوا باللي الوقت مضمون، كنعيشوا وكأن عندنا سنوات طويله قدامنا، بحال كنعرفوا شحال بقى لينا، ولكن الحقيقه حتى واحد ما عارف. وهذا الشيء ما خصوش يخوفنا، بالعكس خاصو يخلينا نقدروا اليوم اللي حنا فيه، نقدروا الناس اللي معانا، نقدروا الفرص اللي بين يدينا، ونقدروا حتى اللحظات البسيطه اللي كندوزوها كل نهار. حيت بعض المرات كنقلبوا على السعاده في شي حاجه كبيره، وكنسوا ان اجمل الحوايج كيدوزوا قدام عينينا كل نهار، غير حنا كنتسناو الوقت المثالي، وكنتسناو الظروف المثاليه، وكنتسناو النهار كامل باش نبداو، بينما الحياه كتمشي. ويمكن اخطر كلمه ماشي مستحيل، حيت المستحيل على الاقل واضح، ولكن كلمه غدا كتجي لطيفه وكتجي مريحه، وكتخلينا نحسوا ان مازال الوقت كافي، وكتخلينا نأجلو بلا ما نحسو. اليوم ومن بعد يوم اخر ومن بعد اسبوع ومن بعد شهر، حتى كيولي التأجيل جزء من حياتنا، وحتى كنساو اصلا علاش كنا باغيين نبداو. وهذا الشيء هو اللي مخيف شويه، ماشي اننا ما قدرناش، ولكن اننا بقينا كنتسناو الوقت المناسب بزاف، حتى فات الوقت اللي كان بين يدينا. لذلك اليوم ما غاديش نسولك شنو هو الحلم ديالك ولا شنو هو المشروع ديالك، غادي نسولك سؤال بسيط: شنو هي الحاجه اللي عارف في قلبك انها مهمه وباقي كتقول عليها غدا؟